في حد منكم سألني وقال لي ازاي اثبت برنامج عندي على الجهاز. فالموضوع بسيط قوي، تابع معايا الفيديو عشان تعرف. عشان تعمل انستول لاي برنامج او لعبه انت عايزها في طريقتين سهلين جدا. اول طريقه عندنا هتروح تعمل داونلود للبرنامج عادي سواء من على النت او من على مايكروسوفت ستور. بعدها البرنامج هينزل عندك على الجهاز بالشكل ده، هندوس عليه دبل كليك هيجيب لنا رساله زي ديت هتطلب مننا ان احنا نسمح للبرنامج ان هو يشتغل على الجهاز عندنا، فهندوس يس. هيفتح عندنا الواجهه اللي بنثبت منها البرنامج عادي، وطبعا شكلها بيختلف من برنامج للتاني او من برنامج للعبه لاي حاجه. هنا هو بيوريك الشروط بتاعه البرنامج والرخصه اللي انت ممكن تستخدم البرنامج فيها، فانت هتروح تدوس اكسبت. بعد كده هندوس نيكست. بعد كده هيجي لنا ديت. من هنا انت تقدر تثبت البرنامج في اي حته على الجهاز عندك، فانت ممكن تختار اي مكان في الجهاز عندك عادي، بس بلاش بارتيشن السي لان انت كل ما تثبت برامج اكتر كل ما الجهاز عندك هيبقى ابطأ. بعد ما اخترت المكان هتروح تدوس اوكي، بعدها هتدوس نيكست. وهنا هو جايب لك خيارين. الخيار الاول ان انت تعمل شورت كات للبرنامج على الديسكتوب عندك عادي، بحيث ان انت اول ما تفتح الجهاز بتاعك تلاقي البرنامج موجود وتشغله على طول. وتاني اختيار هو بيقول لك ان هو اول ما يثبت البرنامج يفتح البرنامج على طول ولا لا، فانت هتدوس نيكست عادي وبعدها هتدوس انستول، وهتلاقي البرنامج بدأ ينزل عندك بالشكل دوت. هتسيبه يحمل للاخر وهتلاقيه موجود على الجهاز عندك، وبكده يبقى البرنامج نزل عندنا. ولو رحنا عملنا سيرش عليه هنلاقيه موجود على الجهاز عندنا بالشكل دوت. تاني حاجه ودي الاغلب بتبقى موجوده اكتر، ان انت لو محمل برنامج او لعبه او اي حاجه وهي مضغوطه، فانت هتروح تفك الضغط بتاع البرنامج عادي عن طريق ان انت هتروح على البرنامج وتدوس كليك يمين. بعد كده هنروح نقف على برنامج الرار وهنلاقيه فتح لنا الخيارات ديت، وهنروح على الاختيار ده وهو بيقول لنا ان احنا نستخرج الملفات اللي موجوده في الفايل اللي احنا محملينه. وبما ان البرنامج اللي انا منزله عليه باسورد، وطبعا انا عارف الباسورد من الموقع اللي انا محمل من عليه اللعبه او الابلكيشن، فهروح اكتب الباسورد عادي وبعدها هدوس انتر. هنلاقيه بدا يعمل اكستراكت الملفات اللي موجوده جوه الفايل اللي احنا محملينه. هنسيبه يخلص وبكده الجهاز خلص اكستراكتنج للملفات اللي موجوده في الفايل، وهنلاقيه عمل لنا فايل جديد بالملفات اللي استخرجها. هنروح ندوس عليه هنلاقي عندنا ملف سيت اب عادي زي اللي احنا عملناه في الاول. هتروح تدوس عليه عادي، وطبعا هيجيب لك نفس الرساله اللي سالها لك في الاول ان انت تسمح للبرنامج ان هو يتثبت على جهازك. هتروح تدوس يس. وهنا هو بيسالك على اللغه اللي انت عايز تثبت بيها اللعبه. طبعا انت هتختار من اللغات اللي موجوده اللي انت عايزه. طبعا هنا مفيش غير انجلش، فانا هختار الانجلش وبعد كده هدوس اوكي. طبعا هو فتح لنا شاشه الانستوليشن تاني اللي احنا عملناها قبل كده، فاحنا هنروح ندوس نيكست وبعد كده نختار المكان اللي عايزين ننزل فيه البرنامج بتاعنا، وبعدها هندوس نيكست تاني ونعمل انستول عادي. بس انا مش عايز اثبت اللعبه دي عندي دلوقتي فانا مش هعمل انستول، بس انت عادي اعمل انستول للبرنامج اللي انت منزله وهتلاقيه اشتغل عندك عادي. وبس كده. ما تنساش بقى اللايك والفولو، ولو اي حد عنده سؤال او في حاجه محتاج يعرفها فاعمل لي كومنت عادي او ابعت لي مسج وهرد عليك على طول.